بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأنا العبد الفقير إلى الله المسمى بشيخ موسى حسن عبدي المعروف بشيخ موسى السؤال أمي سيد الإمام البخاري المسمى بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه سماعا وقراءة وإجابة عامة معينة وإجابة معينة مكذلك إجابات عامة أجزت لك مسموعاتي نمانيا، أجزت لك كتبي كلها. إجابات معينة أجزت لك البخاري وأجزت لك مسلما. دوبا وإجابة عامة وإجابة معينة عن مشايخي كثيرين، فمنهم عن شيخنا النحوي المحدث الحاج محمد التراري وغيره من مشايخه. شيخوتين ديهم نحو 25 شيخ جدا في شأن الذي قرأت عليه متون الحديث وسننها ومسندها مع مصطلحاتها، وأخذت منه الفقه من مختصراتها إلى مطولاتها، وكذلك أخذت التفسير مع أحكامها، وكذلك أخذت منهم العقيدة مع أقسامها، وكذلك أخذت منهم النار مع ضوابطها. شيخوتين تمي أكتس ودوها هاي إيسبتين داري. قال قرأت على الشيخ سعيد بن شيخ إسماعيل خري خروا على غناوه عن الشيخ العلامة أحمد هادي آدم عن عبد الله آدم المعروف بالوليثي وليثي بيوالله إجابة معينة وعامة، وكلها بإسناد المصري واليمني عن شيخ علي شندي مسند بيت بكيه اليمني عن سيد الآدمي بإسناده المشهور قال يعني عبد الله آدم. وعن الشيخ نتيجة لديه شيخ علماء طبق شيخ إبراهيم بن الجوزي طبق موه كلها بإسناد المصري واليمني عن شيخ شندي قد رجعت كما هو مسندا نعم طبق أما كم كاشف كذي ولا عليه شيخوتين هدو تنام دمر سنة سميما أكتبين. وعن الشيخ إبراهيم البيجوري عن شيخنا عبد الله آدم الأروسي عن شيخ محمد النجاش بن سليمان المصري عن شيخ إبراهيم البيجوري المصري عن شيخ عبد الله الشرقاوي قال عبد الله بن آدم. ولنا سند رفع عن محمد بن سالم العلبي عن شيخ بيت عن شيخ عيد النمرسي عن شيخ عبد الله بن سالم المصري عن شيخ محمد بن علاء الدين الباصري المصري الشافعي عن ابي النجاة سالم بن محمد الصهوري عن خاتمة الوفاء النجم محمد بن أحمد بن
عن الشيخ زكريا الأنصاري عن حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الهجاني عن الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شريح الجبلي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الفرطي عن أمير المؤمنين في الحديث الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. آمين. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف. باب جواب كيف كان بدء الوحي معناه. باب جواب عربي ما قرانا. باب جواب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا هو المعروف. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب أي على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. إنما اختلفت العلماء في هذه الحديث. قال الأئمة الثلاثة إنما صحة الأعمال بالنيات، وأما أبو حنيفة يقول إنما كمال الأعمال بالنية، وعند أبي حنيفة الأعمال تبتدأ بلا نية وتصير بالنية. فإن غالبا إن أبا حنيفة يخالف كثيرا من العلماء. إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته سيئة مقبولة مفوضة إلى الله ورسوله لئلا يتعدى الشرط والجزاء. ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته غير صحيحة مفوضة إلى ما هاجر إليه، يعني لا ثواب له إلا ما هاجر له. سيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمك على بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا تطيب إلى الله تعالى المصمم بالشيخ موسى الصرافي المعروف بالشيخ موسى سبحانه أروي سيء الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الشعروي صحيح الإمام المسلم عن الشيخ حاجي محمد التراري وعن الشيخ إبراهيم الإرري كلاهما شيخ إبراهيم الإرري أما هم هجرة أدام الله بقاءه أما هم هجرة حقيقة أن الزيارة ما يعني لكن خلنا شيخنا أكم جاء يا شيخ أربي أتوقعن كدروسي أنتم سيرا أربي شيخ الرأي اللي كذي أخبار كذي شيخ سبحان شيخ رأوديس ولا أربي مسيرة شيخ رأوديس ما تقدر وشيخ رأوديس ولا مين جاي
عن الشيخ حاجي محمد التراري وعن الشيخ إبراهيم الإرري كلاهما عن الشيخ سعيد بن شيخ إسماعيل الخري عن الشيخ عبد الله بن آدم المعروف بالولينسي عن الشيخ أحمد بن سليمان المصري العروسي عن الشيخ إبراهيم البيجوري عن شيخ الإسلام عبد الله بن الحجار الشرقاوي عن شيخ محمد بن سالم الحنفي عن الشيخ عيد بن علي البرلكي عن الشيخ عبد الله بن سالم بن عيسى بن محمد البصري الشافعي عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري الشافعي وربا بن يدلكم وربا عليه بتعمين عن ابي النجا سالم بن محمد السنوري عن خاتمة الحفاظ النجم محمد بن أحمد بن علي بن الغيثي عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن الحافظ عبد الرحيم عن علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن العطاري عن العارف الرباني الزاهد الورعي يحيى بن زكريا النووي قال أخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم من الحجاج رحمه الله تعالى الشيخ الأمين العدل الرضي أبو إسحاق بن أبي حفص عمر بن عمر الواسطي رحمه الله تعالى بجامع دمشق حماه الله وسائر بلاد الإسلام وأهله قال أخبرنا الإمام أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا الإمام فقيه الحرم أبو جد أبو عبد الله محمد بن الفضل قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرو الجلودي قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه قال أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى سنن تبنو مسلم تنقل نسكا هم بخاري تنقل نسكا وأنبي إن شاء الله صحيح الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسيني لسوري رحمة الله تعالى إجابة أيه سنة الله معديرا توقف اسمان خانك شمامة لي آدميبا رب عالمته أتجي على التوتي أن قربي عن النجيبيات هو حبشي الأصل عربي اللغة ما يوجد على ظهر الأرض مثله بعد الأربعين الله أكبر يلا جمهور حبشي عربي اللغة لا يوجد على ظهر الأرض مثله بعد الألباني خير إسي جانا للرابوني أقوى هجي ليلت اتقر حبا يتقر كتابا له كرنا إجازة المفهمنا بس سيسا جيمتين سنما ها وأنبي سيئة الإمام الحامل مسلم بن الحجاج بن مسلم الجريري أن يسابقه رحمه الله تعالى إجابة عامة معينة إجابة عامة ومعينات عامة معينات إجابة عامة ومعينات عن الشيخ المؤلف الفقيه السني النووي الشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الثوبي والروي أو والده العلامة الجليل والدراجة النبي الشيخ علي بن آدم بن موسى عن العلامة المقري المحدثي الشيخ كبير أحمد بن عبد الرحمن داوي بلد العلامة عبد الجليل بداية عن والده يحيى بن بشير الدلتي عن والده بشير الدلتي عن المفتي داود بن أبي بكر الدوري دلتي كوني دلو دلتي جالسون غندا
عن السيد سليمان بن يحيى مقبول عن سني الدين أحمد بن محمد مقبول العدلي عن أحمد بن محمد النخلي المكتي عن محمد بن علاء الدين البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد السنوري عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيثي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي نعيم الرضوان بن محمد العقبي عن عبد الطاهر محمد بن عبد اللطيف بن احمد الخيري سماعا لجميع بقراءة الحافظ احمد بن علي الشهير بن حجر الاسقلاني عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد سماعا لجميع عليه عن ابي العباس احمد بن عن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن صدقة الحراني عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي عن أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوري قال أخبرنا به سوى ثلاثة أفوات معلومة فبالإجازة أو الوجادة مؤلفه فبالإجازة أو الوجادة وجادة كتاب أخبرني من وراء إخوان كتابهم أو مراجع وجادة مسلم مقدما مؤلفه الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري والنيسابوري رحمه الله تعالى قال الله لنا وله كتاب الطهارة وفضل الوضوء وبه قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عفان بن عمار قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى عن زيدان أن زيدا وصلاة وصدقة قرآن وسر ضياء والقرآن حجة لكم عليكم كل الناس فمغلقها أو مغلقها أيكم سنن مسلم أما مهن من يخبرنا سنن أبي داود المعروف بسنن الذي هو أحد كتب الحديث الستة وسنن الأربعة والتي تعتل مكانة متقدمة عند السنة درجات الدور سنة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعلى الفقير إلى الله تعالى المسمى بشيخ موسى حسن عبدي المعروف بشيخ موسى سعادة أروي سنن أبي داود لمسنده الإمام أبي داود جئت بقصة لمسنده الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السيستاني عن الشيخ هادي تراب وعن الشيخ آدم تيكا شادم تيكا يعني شادم بكان شادم كان يهودي وهذا رب العالمين شادم تيكا يعني بك سيجي تيام أكتبوا درسان تعد بالألوف كمال شيخ تيكا هند ilmu marraha yamane eisa nutte eisa demta abadiriyu isa sani gargara mat isa kana de dunya ba ana shahiye of dawat الشيخ أحمد بن هاجر أحمد الشيخ الجبرتي عن الشيخ يوسف النبهاني يوسف النبهاني يعني جيرا إنما متصور
عن الشيخ ابراهيم الثقفي عن الشيخ ايش؟ سعيلة تصغير صعلبات اي نقل سعيلة عن الشيخ جابر عن عن الشيخ احمد الجوهري عن الشيخ احمد الجوهري جبار عن الشيخ محمود بن سالم البابلي وسليمان بن عبد الله الداعي عن الجمال يوسف بن الشيخ اسماعيل زكريا الانصاري ووالده عن عبد الرحيم بن فؤاد عن ابن عباس محمد بن محمد بن توفي نسبة بلو مقبال كتابة کوئی نہیں تینیو فرسیوٹی کاش لب اللبا في تعليل الأحسان لنقدر النهاية مقر لب اللبا في تعليل الأحسان ويجب إسباب ينظر اسمها قصة يا أنك الكرسي ذات للنسب وكل ما تليه كسبه وليطيع اسمها بسيطة عن الفضل بن عن ابي حفص بن معمر أبو السيد البغدادي عن الشيخ إبراهيم محمد بن منصور عن الشيخين شهاب إبراهيم بن محمد بن منصور الروحي وأبو الفتح وخليل بن أحمد بن محمد كلاهما أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سامي بن الخطيب أخبرنا الإمام الصادق أبو بكر بن قاسم جعفر يوسف النبهاني يجون شيخ جامع علماء تتغافدوا هندنو علماء ججب من أهل السنة نوفيسان ابن كرادر ما يجيب هيا كسيت يجوريا هيا بدنا بالي ده ما نقوم بعض المواقع سلام هيا واتقى يا شيخ سجل وأروي أيضا سنن سوف تجي أنا وأروي أيضا سنن أبي داود إجابة عامة ومعينة عن الشيخ بقية السلف وقدوة الخلف الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي رحمه الله تعالى وبآية عن شيخ العلامة ديار الحبشة ديتين يتنامى عن شيخ محمد بن محمد الأمين شيخ الباكستاني نسيب مكان الشيخ محمد بن غاية الكامل عن الشيخ رشيد أحمد الجلجولي عن عبد الغني عن شيخه محمد بن يحيى جيت بقدمتيز عن شيخه محمد يحيى جيتون عن شيخه محمد بن يحيى كان دهلوي جانين ورد كان دهلوي جانين كوني هدو النسان معروفة عربي وان عربيات هدو نسان مكيسة عن الشيخ رشيد أحمد الجلجولي عن عبد الغني المقدسي عن الشاعر محمود بن إسحاق الدهلوي المكي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده الشاعر ولي الله أحمد بن شاهد ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الدهلوي بن إبراهيم الكردي المدني الكردي الشيخ بيا سناكي شاهد جتونكم موتي جتو شاهد عن الشيخ حسن بن علي الحجيمي عن الشيخ عيسى المغربي عن شهاب الدين احمد بن محمد الفخاري عن المسند والدين حسن الكرخي عن الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي عن الشيخ محمد بن الحارثي عن السلام النووي عمر المقدسي عن محمد بن عبد الحسن بن محمد بن منصور الكرخي وابي الفتح مسلم بن احمد بن محمد الكتبي كلاهما بقسم جلال الدين عبد الرحمن السيوطي يجي
عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي واليمني بر عن الصلاح ابن أبي عمر المقدسي أنا أبي الحسن جيتشمني أنا أبي محمد أبي الحسن جيتشم إيه أنا أبي الحسن جيت أنا أبي الحسن علي بن محمد بن منصور الكرخي وأبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد هيك كلاهما أبي بكر أحمد بن علي موسى بن علي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وعن أبي محمد بن أحمد بن علي بن عمرو الأموي عن مالك الحارث أبي داوود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى قال جمع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريحها جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها آية وبه قال حدثنا حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين جعل بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستقبل القبلة القسيمي أيما من براء كتاب جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي الذي هو أحد كتب الحديث الستة للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المولود سنة كذا وكذا والمتوفى سنة كذا وكذا ويعتبره الترمذي قال علماء أهل السنة والجماعة خامس كتب الحديث ستة ختام ستانات شرف فارس أنا المدعو بشيخ موسى حسن عبدي المعروف بشيخ موسى سعالة أروي لكم سنن الترمذي عن شيخي الشيخ حاج محمد ترارة قراءة عليه وعلى غيره من مشايخه عن شيخي الشيخ سعيد جيكم الشيخ سعيد الخضري عن الشيخ عبد الله وليس سند متصل منه الى المؤلف رحمه الله تعالى. أما صحا وأروي لكم جامع الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحى السلمي الترمذي ولد كذا وكذا ومات في كذا وكذا جتوبا حرية محرمة لكن رحمه الله تعالى إجازة عامة ومعينة عن الشيخ البحر العلامة شيخ مريم كتبر محمد علي عادل آية محمد بن علي بن الوكيل محمد عبد الله تعالى مع الجهل وين غابت ونابته علي بن آدم الولوي والله نابه الولوي الأرمي هاي أروي جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الشيخ علامة المأمون بن غافر بسنده المذكور في سنن أبي داود إلى أبي طاهر الولي وهو يروي عن والده إبراهيم بن حسن القلبي المدني عن أبي الأزهري سلطان محمد الأمرزائي عن الشهاب أحمد بن قليل السبكي صباحي جانين عن النجم غيتي عن القاضي زكريا الأنصاري عن العز عبد الرحيم عن العز عبد الرحمن بن محمد بن فؤاد القائدي عن ابي حفص عمر بن حسن فرات مغينا على بر فرات جيتشونغاري خنا إيراني القاهري بن جولي سيبر أنا بحمص يا عمر بن حسن المراغي عن الفخر البخاري جلت سنيس بنومي عن الفخر البخاري عن عمر جلت سنيس عن معمر عن عمر بن أبرزد
الذي البغدادي في الفقيه عبد الملك بن عبد الله بن ابي سهل الحروي الطرفي عن ابي عامر محمود بن القاسم بن محمد الازدي وابي نصر بن العزيز بن محمد الترياقي وابي بكر احمد بن عبد الصمد التاجري الغورجي قالوا اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ومحمد الجراحي المقضي عن ابن عباس محمد بن محبوب المحبوبي المؤلف الحافظ الحجة ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحجة أبواب الجمعة. ترمذي قرأوا ديم تابع. باب في فضل يوم الجمعة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد خرج نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة في خلق آدم وفي أدخل الجنة وفي أخرج منها إلا في يوم الجمعة وفي الباب كان نبيل ما فتى سلمان وابي ذر وسعيد وعبادة وأوس وأوس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أفكك الناس أن يقرأوا ديمنا هيا نصائنا فين نصائنا أنا المدعو بشيخ موسى حسن عبدي المعروف بشيخ موسى سؤالا أروي سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي نعم ولد في كذا وكذا ومات في كذا وكذا الله تعالى رحمه الله تعالى المسمى بالمجتبى الكبرى والمجتبى الصغرى. قراءة على الشيخ حاج محمد تراري وغيره من مشايخه عن الشيخ سعيد الشيخ اسماعيل الخريجي الى الكبر. الشيخ سعيد ينصر الشيخ اسماعيل يعني جد عن الشيخ نعمر عبد الله آدم المعروف بالوليسي. وأروي سنن النسحة وأروي سنن النسائي عن الشيخ محمد علي الولوي عفى الله تعالى عنه حافظ إجازة عامة ومعينة. قال أروي عن العلامة محمد بن رافع بن بسيري بسنده المذكور في سنن أبي داود إلى أبي طاهر عن أبيه إبراهيم بن حسن الكردي المدني عن الشيخ أحمد الشاشي عن الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي عن الشيخ شمس الدين هو في الضوء محمد بن أحمد عن المدينة عن زيد الدورية الأنصاري عن الدين عن عبد الرحمن بن محمد بن الفرات عن الحسن بن الحسن القرابي عن قال بن البخاري أبو سماد رقبي المعروف بابن السني دينوري أم مؤلفه الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال كتاب الصلاة فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه. جت كان الترمذي بابا كان هايوهانا دوانسا ذخيرة شيخا نقبدني مين ذخيرة شيخا نمل له تقول تملجوا ذخيرة شيخا نسائي نمني قابل له راجلات تدلج. ایک شیخ نے ذخیرہ انا ہائے
أكاجي النمورة ريوان والله ربي أطلو بر كتاب من شيخا خنا يولا ألتي ووان نمني خاين فقط وانا مربين قبوزي فقط أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وقال حدثنا البخاري قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا عند البيت بين النائم واليقظان والجنين أبان كينية موسى وجنين نيسي مويني نيسي الرحمة موسى كتب موسى إذا قرأ الصلاة بين الرجلين أوتيت بدرس إذا قرأنا حسمة وإيمانا وشاقا وشكرا فشق جاء فشق من النهر إلى مراجع ثم ولي حكمة وإيمانا ثم أوتيت دون الضمن والضم فأعطينا سماع الدنيا فقيل لنا وقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأوتيت على آدم ثم تلزم الصالحات قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معنا قال محمد فمثل ذلك مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الثالثة فأتيت على يوسف عليه السلام وسلمت عليه قال مرحبا بك ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك فأتيت مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء السادسة على موسى عليه السلام وسلمت عليه من أخ ونبي فلما جاوزت وغير موسى هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة هنا في رافي بوي أمة محمد راتبه رافي بوي ملي سنان أكثر أفضل مما يقول من أمتي ما دعا السماء السابعة مثل ذلك فأتيت على إبراهيم عليه السلام فظلمت عليه ما قال مرحبا بك من ابن ونبي ثم رفع لي البيت المعمور فصعدت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملاك فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ابتداء طبعا هاي ثم رفعت فإذا النبي قوى بالنسي مثل الجلال أجرا وإذا وربها ناران فاتنان وعنام فاتنان وسعد جبريل ثم بردت علي عبدون فلانا فأتيت على موسى فقال ما صنعت فوجدت علي إني أعلم بالناس منك إني أعلمت بني إسرائيل أشد المعالجة والدم قريبا وإن أمتك لن يطيقوا ذلك يغضب عني فجعلها 40 ثم رجعت إلى موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 40 فقال لي مثل مقالتي الأولى فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30 فأتيت على موسى عليه
السلام فأخبرته فقال لي مقالتي فرجعت إلى ربي فجعل 20 ثم 10 ثم 5 فأتيت على موسى عليه السلام أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها أختفئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأنا فقير إلى الله تعالى مسمى سيدنا عبد المعروف الشيخ مصطفى عمي عن الشيخ حاج محمد كرامة وغيره عن الشيخ سعيد الشيخ وغيره عن الشيخ سعيد شيخ اسماعيل الخري عن الشيخ عبد الله الولنسي بسند متصل منه الى المؤلف رحمه الله تعالى على فكره والنمر وأروي موصلا الإمام الحافظ سعيد عن الشيخ سعيد هاي مرة شيخ اسماعيل الشيخ النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وأروي بل مايك وأروي سنن الإمام الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن يزيد الربيعي الكرزمي المعروف بن ماجه رحمه الله جلس العامة ومعينة عن الشيخ المحدث الفقيه الأصولي النحوي الشيخ محمد بن علي بن آدم الولي رضي الله تعالى عنه قال أرجو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن محمد بن الشيخ محمد بن رافع السيد حفظه الله تعالى بسنده في سند سعيد الى القاضي كلهم ان زكريا الانصاري ان حافظ بن حجر عن ابي الحسن علي بن ابي المجدد عن ابن ابي عباس الحجاج عن مجلس النبي السعاده عن حافظ ابي القدر غير محمد المقدسي عن الفقيه ابي المنصور محمد بن حسن ابن حمد الازهري عن ابي طلحه القاسم بن ابي المنذر الخطيب عن ابي الحسن بن ابراهيم بن سلامه بن محل القطاني عن مؤلفه الحافظ المجدد ابي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه تعالى رحمه الله تعالى سنن وفي قال حدثنا احمد بن السعيد قال حدثنا ابو القاسم عن ابي اسحاق عن الحارث عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يسر بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمت اذا اخذ ويعود اذا مرض ويتبع جنازته اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. كتاب وقيل الإمام مالك بن أنس برواية حياة بن هيا الليثي رحمه الله تعالى. كتابه موطئ الإمام مالك بن أنس في روايته حياة بن هيا الليثي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأنا الفقير إلى الله المسمى بشيخ موسى السماعي المعروف بشيخ موسى سؤال أروي موضعا للإمام مالك رحمه الله تعالى عن مشايخ كشيخ محمد كرامة وشيخ إبراهيم إليه وغيرهما إجازة عامة ومعينة بسند متصل منه إلى المؤلف رحمه الله تعالى. وأروي موطأ أيضا عن الشيخ الجليل محمد بن علي بن آدم الولي مشايخه بسند الماضي في صحيح البخاري إلى العلامة السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل عن العلامة أحمد بن محمد مقبول الأهدل عن الشيخ أحمد بن محمد النخيلي المكي عن محمد بن علاء الدين الباقلي عن عيسى بن محمد الثعالبي عن ابن النجا سالم
سنموكي عن النجم الغيبي عن الشريف عبد الحق بن محمد الأسباطي عن أيوب عن الحسن بن محمد الحسني عن أبي عبد الله محمد بن جابر ودياشي عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي عن القاضي بن القاسم أحمد بن يزيد القرطبي عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن الفرج مولى بن فلاح عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن المغيرة الفاري عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله عن عم والده عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي قال أخبرنا به إمام دار الهجرة مالك بن أنس إلا أبواب ثلاثة من آخر الاعتكاف عن زياد بن عبد الرحمن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وبهذا السند المتقدم رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ كتاب صلاة الليل ما جاء في صلاة الليل وبه حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده ربا أنه أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون له صلاة بليل يغلب عليها أنه لا كتب الله له أجر صلاته وقانونه عليه صدقة. كتاب سنن الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الفقير إلى الله فصاحب شيخ المعروف بشيخ أروي سنن الدارقطني إجابة عامة معينة عن مشايخه كشف عن المحترم عليه عن الشيخ سعيد شيخ إسماعيل الخليل عن الشيخ عبد الله عامر المعروف بالوليثي بسند المتصل منه إلى المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعبيه رسول علي بن رحمه الله تعالى وجاز عمله وحدث عن شيخ ومنزل واستشار الى حديث نبويته محمد بن ابي الله تعالى به سنتي على المتقدم الى الزين عن العز عبد الرحيم بن الفراتي عن ابي الثنائي محمود بن خليفه منبجي عن العاظمي شرف الدين عن ابي نصر بن مقيد عن الكرم المبارك بن الحسن شعبوري عن المدري بالله عن معجبه عبده عن الحسن عن جزء على قوته عن متوقع ببغداد سنه قرأ وقرأ قال على في سنن كتاب الزكاة صلى الله
جعله المحدثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين. صحيحين بحنان وصل من الله يصوم الإمام عند الشيباني ولد في عام كذا ومات في كذا إلى رمضان شيباني كبيرة الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأنا بقي إلى متقدمين واسع مسمى بالشيخ موسى سلام يا رب بالشيخ موسى عمي سندان الإمام أحمد بن حنبل زيادة عامة ومعينة عن الشيخ علي محمد التراني وغيره، عن الشيخ سعيد الشيخ اسماعيل البخاري، عن الشيخ عبد الله الوليسي بسند المتصل منه الى المؤلف رحمه الله تعالى. Pasal dalam bulan itu
مالك أربع سنة وقالوا ولم يمن الله تعالى بسنة إبراهيم الذي يأتي بسنة متعلمة البيئية قال الإمام حاتم البيئي في أول سنة الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم ربي أيها يسر كتاب الله الذي قالوا تطهر بماء البحر قال الله جل سلامه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ولم تجدوا معه فيكون صيد طيبا قال عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه ذلك ما يدل على أن كل ماء طهارة ماء بحر وغيره ماء بحر وغيره وقد روي في النبي صلى الله عليه وسلم في زي القرآن في سنة ثم بلغنا الذي أنزلناه عبد الله محمود بن عبد الله بن وبكرية يا إبراهيم وعلي يا وقال اللهم على أننا مدبر محمد بن سليمان عن سيدنا محمد بن محمد مالك الله سبحانه وتعالى ما شاء الله